نجوم الأسبوع، أحداث وهدايا الخميس، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة على طول يا صاحبي وفعل الجرس، اللايك الجميل بتاعك. النهاردة جايين نستعرض كل تفاصيل أحداث الخميس من باك نجوم الأسبوع والأحداث. ففي البداية كده اللايك بتاعك ويلا بينا. طبعا كل الأحداث ده هتتجدد معانا ما عدا آخر حدث، يعني كل الأحداث ده هتتجدد، هتنزل بقانا أحداث تانية، إنما آخر حدث صعب يفضل زي ما هو اللي أنت شايفه قدامك ده. طبعا النهاردة جايب لك كل التسريبات وكل اللعيبة اللي اتألقت في نجوم الأسبوع. فاللايك الجميل بتاعك ويلا بينا. معانا اول واحد هو لاعب يا جدعان مهاجم اسمه كولومبو، يعني ده ما نعرفوش، الراجل متألق مع فريقه، التسريبات كلها والاخبار بتقول ان ده نازل يا صاحبي، هينزل معاك كارت 94، هو ملوش لازمه ومحدش يعرف اصلا. بعد كده عندك الحارس جونستون ده بتاع كريستال بالاس، هيبقى في مفاضله ما بينه وبين لاعب تاني نعرفه قدام، متوقع نزول كارت 95، متألق يا جدعان مع فرقته في اخر ماتش. بعد كده عندك واحد اسمه تيل، يعني ما احنا نعرف تيل بتاع البايرن، بقى في تيل تاني ما نعرفوش يا جدعان، متوقع ينزل له كارت الراجل ده 95، كل الاخبار التسريبات بتقول ان ده نازل 95. بعد كده عندك الكسندر جولوفين يا جدعان الروس، ده نعرفه، الراجل متألق مع موناكو وجاب هاتريك باين او هدفين، فمتوقع نزول كارت 96، الراجل متألق يا جدعان اخر ماتش، وكل الاخبار بتقول انه نازل. عندك بعد كده الواد ماتيوس اوليفيرا باك شمال بتاع نابولي، الراجل متألق جدا يا جدعان، متوقع نزول كارت 96، متألق جدا مع فرقته في آخر ماتش. بعد كده عندك الواد طارق ميتشل، زي ما قلت لك الحارس جونستون هيبقى في مفاضلة ما بينه وما بين ميتشل، هنشوف مين اللي هينزل فيهم. بعد كده عندك نيكولاس جاكسون، الراجل جاب هاتريك يا جدعان في ماتش توتنهام الأخير الديربي، متوقع نزول كارته بشدة. بعد كده عندك الواد برونو يا جدعان هو اللي مفوز اليونايتد، متوقع نزول كارت برضه. عندك هاكان شالهانوغلو، الراجل متألق مع الإنتر في آخر مباراة، ولكن هو لسه نزل له كارت، ولكن متوقع ينزل هو بشده. فدي يا جدعان بقى عندك بعد كده الواد لويس دياز يا جدعان مش متوقع قوي، ولكن يا جدعان الراجل اللي جاب هدف في الظروف دي، فنتمنى طبعا ينزل له كارت. عندك بعد كده حكيمي عمل ماتشات جامده جدا يا جدعان مع باريس في اخر فتره، متوقع ينزل له كارت 98، الراجل متالق جدا يا جدعان، فان شاء الله ينزل له عندك بعد كده اخيرا اروخو، ويا جدعان انت متخيل ان اروخو ما نزلوش ولا كارت نجوم اسبوع لحد دلوقتي، متوقع نزول لي كارت 98 لان الراجل هو اللي مكسب فرقته 1-0 في اخر ماتش. بعد كده عندك الامير يا جدعان هاري كين، متوقع ينزل له كارت 99، الراجل متألق جدا يا جدعان مع فرقته، بقاله فترة بيتألق وما بينزلش، فنتمنى إنه ينزل الفترة دي يا جدعان. عندك بعد كده دوكو، يعني دوكو ده يا جدعان هو نازل، الراجل مشارك في 4 أهداف في فاز الست الأخيرة يا جدعان 6-1، وده الباك يا جدعان زي ما أنت شايف قدامك. طبعا يا جدعان دي اللعبة اللي متوقع تنزل، دي كانت توقعاتي. طبعا يا جدعان يعني تهمني توقعاتك برضو، اكتب لي على هل مين اللي ممكن ينزل ومين ما ينزلش. طبعا يا جدعان اللعبة المؤكد اللي هي نازلة، اول واحد عندك الواد دوكو، يعني دوكو ده يا جدعان متوقع انه ينزل، ده الراجل مشارك في 4 اهداف. بعد كده عندك هاري كين، يعني هاري كين ده يا جدعان نتمنى انه ينزل الراجل، واكيد هينزل لانه جاب هاتريك يا جدعان في الديربي. بعد كده برضه نفس الحكايه على نيكولاس جاكسون، يعني الراجل جاب هاتريك في الديربي برضه. بعد كده عندك اروخو، يعني المفروض هو اللي مكسب فرقته، والراجل ما بينزلوش كروت خالص، فمتوقع يا جدعان انه ينزل. فدي يا جدعان كانت توقعات وكل الاخبار ليوم الخميس. لايك واشتراك، واشوفك فيديوهات تانية كتير.